وجد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسه وحيدا ويخاطب الكراسي الفارغة، وذلك خلال إلقائه لخطاب في أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، في فضيحة وإهانة دولية جديدة تنضاف إلى صفعة البريكس التي لم يمر عليها إلا أيام قليلة، وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. لحظة خروج زعماء الدول الأعضاء عندما بدأ الرئيس الجزائري بإلقاء خطابه، وأصبحت القاعة التي كانت تعج برؤساء الدول الأعضاء شبه خالية، وهو ما جعل الرئيس عبد المجيد يلقي كلمته أمام كراسي فارغة. لقطة أظهرت أنه لا مكان ولا احترام لهذا الرجل ومن معه في الساحة الدولية. إهانة كبيرة لا تنسى لرئيس الجزائر في الأمم المتحدة،